طب من قبل التاريخ ما احناش قادرين يا جماعة نقفش بداية محددة. اللي نقدر نقفشه مظبوط بقى ونبدأ نتكلم كلام تاريخ صح لما اجي اقول لك 3150 قبل الميلاد او 3200 قبل الميلاد. الجهود دي نبدأ نتكلم عن الملك العقرب. كمل عليه ونجح في تحقيق هذا الهدف الملك مينا. الأسرة دي قالت عليا النعمة، احنا مطلعين الهكسوس من البلد دي. الأسرة دي من الصعيد يعني الجدعنة. قالوا لا يمكن الهكسوس يظلوا يحكموا مصر واحنا قاعدين. واحد اسمه مانيتون السمنوني، الراجل ده هو الطلعة الأولانية للي عايز يدرس تاريخنا الفرعوني. هوب رزع تاريخ البلاد دي في صورة أسرات، كل أسرة عبارة عن مجموعة من الملوك حكموا البلد دي. عارف في رمضان مش انت بتقول وحاوية وحاوي إياه، هي إياه. عند الأسرة 30 اقفل صفحة تاريخنا الفرعوني خلاص. ايه اللي بيحصل مع نهاية الأسرة 30؟ بيحضر لمصر فيجر مهم جدا. مين اللي بيجي مصر يا بسيط؟ الإسكندر الأكبر بيدخل مصر. ألكسندر ذا جريت ده يدخلك في تاريخنا اليوناني. مجيء الإسكندر تبدأ هنا تتكلم عن مصر في العصر اليوناني. البعض يسميه العصر الهيلينستي، ما يجراش حاجة، ما هي هليني وهلينستي والكلام ده جاي من جاي يوناني باليوناني يعني هليني. حتى لو انت عايز تتكلم مع واحد دلوقتي باللغه اليونانيه، اللغه اليونانيه اسمها إلينيكا. الى الان لو انت سافرت اليونان اللغه اليونانيه اسمها باليوناني إلينيكا. من هنا جت كلمه هليني وهلينستي كوصف لطابع الفتره وطابع المرحلة الزمنية دي كانت كلها يوناني في يوناني. عندنا العالم كله بقى كان سائد فيه حب بلاد اليونان وجمالها وحلاوتها، بمن فيهم الاسكندر الأكبر نفسه. هو نفسه تهالين، أظن أنت عرفت تهالين دي ما عادتش صعبة بقى، يعني تأغرق. إيه القرع اللي أنا بقوله ده؟ أنا عمال أصعبها ليه؟ تأغرق يعني بقى إغريقي، بقى جريك يوناني. الاسكندر الأكبر بيجي مصر 332 قبل الميلاد. ابرز حاجه عملها على السريع كده، وهنبقى نقف عند كل تفصيله، مش هنسيب فتفوته في تاريخ البلد دي الا لما نقولها ده وعد. بيأسس لنا الاسكندريه المنسوبه له. الاسكندر عمل ايه؟ قعد شويه صغيرين معانا، راح صلى في معبد الاله امون في سيوه، هيصنا له واحتفلنا بيه واحتفينا بيه وقال لنا جود باي. ساب مصر عشان يكمل حروبه ضد الفرس، واستخلف على مصر بطلميوس الأول يأسس مملكة في مصر، مملكة البطالمة. لا، هو بطلميوس ولا بطليموس ولا بطليموس؟ ايه حكايته الراجل ده؟ الحكاية كلها ان اسمه باللغة اليونانية بطولميوس، بطولميوس، فممكن تعربها تقول عليها بطلميوس او تعرب بطليموس او تعرب بطليموس، مش هنختلف. المهم ان اسمه اليوناني بطالميوس، وفي اللغات الاجنبيه الحديثه دلوقتي وانت بتتكلم انجليزي يقولوا عليه طالميوس. البي الاولانيه عشان حرفين ساكنين في الاول فما ننطقش البي الاولانيه. 305 قبل الميلاد اتاسست في مصر مملكه البطالمه، ابتداء من بطلميوس الاول. البدايه كانت عند بطلميوس الاول، جه بعد منه بطلميوس الثاني، بعد منه بطلميوس الثالث، بطلميوس الرابع. لا هي الناس دي فاضيه ما وراهاش حاجه بقى ولا ايه؟ ما عندهمش غير بطلميوس ولا ايه؟ لا هم خدوا الحته دي مننا احنا الحقيقه. ما انت لو رجعت في الكلام اللي قلناه في الفرعوني هتلاقيني حتى اقول لك امنحتب الاول، امنحتب الثاني، امنحتب الثالث، امنحتب الرابع اللي هو اخناتون. نفس المنطق، تحتمس الاول، تحتمس الثاني، هم عجبتهم قوي الحكايه دي. فكل الملوك الرجال في هذه الاسر اسمهم بطلميوس، بنرتبهم من الاول لغايه ال15. طب يهمني اقف عند بطلميوس نمره 12، ده اللي انجب لنا الملكه كليوباترا. كليوباترا بالمناسبه الشهيره بتاعت انطونيوس دي مش اول واحده اسمها كليوباترا في العيله دي رقم 7، يعني دي كليوباترا السابعه اللي بتنتهي عندها دوله البطالمه. كليوباترا رقم 7 دي بنت بطليموس الزمار.
الزمار لما اتكل على الله ساب كليوباترا، اخوها بطليموس ال13، اخوها بطلميوس ال14. احنا اتفقنا ننطقها بطليموس او بطلميوس، اخد راحتي بقى. بطليموس ال13 وال14 وكليوباترا. الموقف كان حرج. ليه؟ كان في قوة بدأت تظهر في العالم اسمها ايه بقى؟ روما. الرومان جايين. القائمون على العمل في هذا البرنامج قالوا لي عشان أكمل معاكم لازم تضغطوا سبسكرايب، شير، تدوسوا جرس، مش عارف ولا لفظ باللي هم بيقولوه. المهم انكم لازم تعملوا الإجراءات دي عشان أقدر أكمل معاكم هذا البرنامج الجميل ونستعرض فيه تاريخ مصر من البداية لغاية اللحظة اللي انتوا قاعدين فيها قدامي. See you